يا مرحبا أصدقائي، أهلا بكم بقناة رثل الشروحات. طبعا اليوم راح نتعرف على أفضل إعدادات فعليا. طبعا بإعدادات موجودة ضمن الإعدادات هاي اللي تفضلها أنت واللي ترغب لها أنت تحطها. حاليا أصدقائي طبعا أول 3 خيارات الموجودة هون: عرض زر إطلاق النار الأيسر، ووضع إطلاق البندقية، ووضع إطلاق النار بالقوس والبندقية اليدوية. هذول ال3 خيارات حاول انك لا تلعب بها نهائيا، خليها مثل ما هي. خلونا ننتقل بعدها لاعدادات المنظار. مثل ما شايفين طبعا اللعبة مقسمة كاملة: اعدادات المنظار واعدادات النظرة الخاطفة موجودات. بعدين بعدها راح ننتقل للاعدادات هذول. تمام اصدقائي؟ طبعا اصدقائي انا ما الزمكم انكم تطبقون مثل الاعدادات هاي تماما، لا، في شغلات راح اخبركم عنها. حاليا اغلب الناس اللي تلعب بابجي ما يعرفون هاي مشان ايش: تدوير الكاميرا اثناء الاي دي اس. وبي منكم ما يعرفون ايش شغلة هاي تعديل الطور البوري. وهم اغلب الناس ما يعرفون هاي مشان ايش. ثواني. هاي تدوير اخر خيار موجود عندك: تدوير الكاميرا اثناء الانحناء. هاي طبعا زاد اغلب الناس ما يعرفون مشان ايش. خلونا نبلش باول خيار واللي هو على الشكل التالي: وضع النطاق. اصدقائي حاليا انا حاطه على اضغط. طبعا هذا خيار تفضيلي، انت ايش تختار؟ انا شغلتي بس عرفك عليها فقط. تمام اصدقائي؟ اول خيار وضع النطاق. حاليا انا حاطه على ضغط، مثل ما ملاحظين يفتح بشكل نظامي. تمام اصدقائي؟ خلونا نروح عليها ونحط اضغط باستمرار. لحظة اصدقائي، شفتوا؟ احط اصبعي، اشيل اصبعي، تروح مثل ما ملاحظين. اللي يلعب 4 أصابع راح يكون عنده إصبع من الأصابع خاص بالمنظار. هذا يفضل أنه يحطها أضغط باستمرار. تمام. أما يلعب 3 أصابع لا، يخليه على أضغط. تمام فقط. بعد أصدقائي تبديل النطاق السريع. تبديل النطاق السريع كثير من الناس تفقد الميزة هاي، لمجرد ما شغلتها راح تشتغل عندك هاي الميزة مثل ما شايفين. لاحظتوا؟ تقدر تبدل سكوبات بأريحية مثل ما ملاحظين. هذا هو سكوب ال6، ترجع سكوب ال6 على فوق مثل ما ملاحظين. تشيل السكوب تصير بدون سكوب. ها هي الشغلة الحلوة، انه تريح مثل ما يقولون، احسن ما ترجع تفتح الشنطة تحط السكوبون ترجع تشيل السكوب وهكذا. تمام اصدقائي؟ ميزة حلوة ويفضل انه الكل يفعل هاي الميزة. تعديل الطول البوري اصدقائي، مثل ما ملاحظين كاتبين لك اضغط باستمرار وكاتبين الضغط. يفضل انك تخليها ضغط. هاي خاصية موجودة بسكوب ال6 وسكوب ال8 فقط. هاي اذا ملاحظينها انتم شايفينها. هاي اذا ترجع السكوب تقدم السكوب. تمام. يفضل تخليها هيك مشان تتحكم بالسكوب انت. تمام. اما اذا تقلبها على الشكل هذا، تمام، راح تشوف ايش راح يصير. تختفي فورا. لاحظتوا؟ بدك تخلي اصبعك عليها مشان انت تقدر تطولها وتصغرها. هذا الشي ممل. شفت؟ لمجرد ما تشيل اصبعك انا تختفي. لا اصدقائي، خليها هاي ضغط افضل. انقل للتبديل المنظار، انقل لاستخدام المنظار. هاي خليها انقل لتبديل المنظار، هاي مشان المنظار المائل. خلونا ننزل على الاعدادات اللي بعد اصدقائي. اعدادات النظرة الخاطفة. أدري يمكن عم أشرح ببطء أصدقائي، بس مشان تستوعبون الفكرة، إنه دائما مثلا عيد عيد عيد. لا أصدقائي، لمجرد أنت ما عدت الفيديو عم أشرح لك بشكل بطيء مشان أنت تفهم إيش عم يصير، لأنه مو كل الناس
تفهم اللهجة، أو إذا أسرع بالحكي واحتمال اللهجة ما تنفهم، لأني ما عم أتحدث باللغة العربية الفصحى صراحة، عم أحكي بلغة عامية يعني، خلينا نقول. المهم، حاليا في عندك نظرة خاطفة أصدقائي. هاي هي، شوف، لمجرد ما أنت لغيت النظرة الخاطفة هاي، راح تروح عندك كل الإعدادات اللي موجودة هون. النظرة الخاطفة هي خاصية بالانحناء أصدقائي. يعني هون حاليا موجود عندنا مثل ما ملاحظين هذول الاثنين، لما نتميل يمين يسار يمين يسار وهكذا. تمام أصدقائي، خلونا نفوت على الإعدادات ونسكرها. إيش راح يصير؟ اختفت مثل ما ملاحظين أصدقائي، راحت نهائيا. ترجع أنت على إعدادات عناصر التحكم، تفعل الميزة هاي، تشتغل عندك بشكل نظامي. خلونا نحكي على إعداداتها، هي كمان لها 3 إعدادات خاصة بها، واللي هي وضع الانحناء. اضغط باستمرار مثل ما ملاحظين أصدقائي. لاحظ هستين أنت لمجرد ما خليت إصبعك على الضغطة هاي، راح يظل اللاعب مايل. لمجرد ما شلت إصبعك يعدل حاله تلقائيا. تمام أصدقائي مثل ما ملاحظين، لاحظتوا؟ أما أنت إذا تخليها مثلا الضغط، راح يظل اللاعب مايل هيك. أنا شايل إصبعي حاليا، يا ريت إنه عندي كاميرا أو معدات أو ما شابه، كان صورنا لكم هاند كام مشان تشوفون شلون حركة الأصابع اللي عم أشتغل بيها. بس يعني هاي موجودة أصدقائي، بدون يعني بس تضغط ضغطة واحدة يظل اللاعب مايل. تمام، هاي بالنسبة للعيبة الإصبعين ال3 أصابع. تمام، أما جماعة ال4 أصابع ال5 أصابع، يفضل إنه يخلونها هاي تضغط باستمرار، لأنه عنده قلت لكم جماعة ال4 أصابع مثل ما يقولون، أو 4 أصابع، عنده مثلا إصبع خاص للميلان. تمام، المهم أنا حاطة ضغط لأني ألعب 3 أصابع فقط. بيعتكم أصدقائي النظر والمنظار مفتوح. هاي أنت إذا عملت لها تفعيل على الشكل هذا، لمجرد ما اللاعب ما راح يفتح سكوب تلقائيا. خلونا نشاهد. لاحظتوا أصدقائي، لمجرد ما ميلت أنت، شفت شلون مايل هو، تروح على الجهة الثانية تعدل اللاعب بشكل نظامي. لمجرد ما ضغطت على ميول راح يفتح السكوب تلقائيا. وهاي ما أفضل، لأنه إذا كان معاك أنت سكوب عالي والهدف قريب منك، راح تفتح سكوب اللاعب، إذا تحرك على جنب ضاع الايم تبعك. المهم أصدقائي، هاي يفضل أنك تخليها تعطل. تدوير الكاميرا أثناء الانحناء. ولسه نحن طبعا ما حكينا على تدوير الكاميرا أثناء الاي دي اس. خلونا بداية الأمر نحكي على كلمة تدوير الكاميرا أثناء الانحناء. لاحظوا أصدقائي، حاليا أنت لمجرد ما ميلت اللاعب وخليت إصبعك مثلا على الشاشة وحركت بإصبعك وهو مايل اللاعب، تمام، ما يتحرك. لاحظتوا؟ أما إذا احنا فعلنا الخاصية هاي تفعيل، لاحظوا أصدقائي، لاحظوا شلون يميل. وبهالحالة أنت حر، تريد تفعلها الميزة هاي مشان تصير عندك ردة فعل سريعة، بس لازم تكون أنت مسيطر على اللاعب بشكل كامل يعني. تمام، ويفضل أن تكون لاعب جيروسكوب. أما ما يلعب جيروسكوب، هاي خلي طفيها أفضل. هاي الميزة، تدوير الكاميرا أثناء الانحناء، خليها تعطل. الاي دي اس شباب، هاي عفوا، ها هي تدوير الكاميرا اثناء الاي دي اس. ايش شغلتها اصدقائي؟ هسه انت حاليا فتحت سكوب، تمام، ظل ضاغط على فتحة السكوب وحرك اصبعك على الشاشة، ما راح يتحرك. بس انت لمجرد ما رحت فعلت هذا الخيار، تدوير الكاميرا اثناء الاي دي اس، شوف اصدقائي، شوف شلون يتحرك السكوب. وها هي خاصية تدوير الكاميرا اثناء اي دي اس. انا طبعا بعطلها افضل مشان ما يضيع عليه. اعتقد الفيديو صار طويل. نحكي على عناصر التحكم إن شاء الله، أو نحكي على عناصر التحكم المتقدمة
الفيديو الثاني أصدقائي. تمام، لأنه هذا الفيديو صار 10 دقائق، وإن شاء الله مشان ما تملون يعني. بالتوفيق للجميع، إن شاء الله نلتقي بجزء ثاني مشان نتحدث على عناصر التحكم المتقدمة.